Maybe you should pull the fucking trigger. أهلا ومرحبا بكم في قناة شوان بونجو. اليوم يا إخوان عندنا تطبيق كثير مميز، والتطبيق دور إنه يعمل قفل للهاتف ولكن بطريقة رهيبة يا إخوان. إذا بدك تعرف الطريقة شاهد الفيديو للآخر، وما تنسى تعمل لنا لايك وسبسكرايب على القناة. يلا نبلش في الفيديو. كما تلاحظون يا إخوان هذا هو التطبيق. قبل ما أنسى، رابط التطبيق أسفل الفيديو، كل ما عليك فعله هو الضغط على الرابط وتحميل التطبيق من جوجل بلاي. أول شي ندخل على التطبيق. كما تلاحظون يا إخوان هاي واجهة التطبيق، هاي واجهة التطبيق. هون في خيار لتفعيل التطبيق، بنعمل له تفعيل التطبيق. يطلب منك تكوين 4 أرقام مختلفة، احنا بنكون 4 أرقام مختلفة، مثال 1 1 1 1. بنعمل له هون. يطلب منك مرة ثانية تعيين للقفل، عفوا مرة ثانية بنعمل هون 1 1 1 1. هون بيعطينا خيارات للاتجاهات اللي بدنا احنا نقفل فيها الهاتف. احنا بنختار الاتجاهات، مثال انا بختار 1 2 3 4. كما تلاحظون الاتجاهات هون يا اخوان لقد تم تفعيل الاتجاهات. بنعمل مرة ثانية 1 2 3 4. كما تلاحظون يا اخوان لقد تم تفعيلا كل الاتجاهات. بنعمل له هون موافق خلاص. وهالتطبيق فيه ميزة كمان أخرى، هو إنه يعطيك خلفيات كثير مميزة لقفل الهاتف. مثال إحنا بنختار خلفية هاي، بنختار الخلفية هذه وبنعمل له هون هالزر لهون بنعمل له حفظ. هاي بنكون خلاص فعلنا ميزة قفل الهاتف وميزة الخلفية. هلا بنذهب لقفل الشاشة. بنلاحظ الفرق اللي يوجد في الهاتف. كما تلاحظون يا اخوان هلا هاي الخلفية يا اخوان شي رهيب يا اخوان من ناحية جودة الخلفية يا اخوان. هلا بنعمل اتجاهات. كما تلاحظون هلا بنفتح الهاتف نعمل هيك. هلا بنختار الاتجاهات 1. كما تلاحظون يا اخوان هون في نقاط. هاي النقاط يا اخوان هي عبارة عن الاتجاهات اللي احنا خيرناها من اجل فتح الهاتف. كما تلاحظون بنعمل هون وهون. كما تلاحظون هون في 3 نقاط وبنعمل له هون. كما تلاحظون يا اخوان لقد كما تم فتح الهاتف بكل سلاسة وبكل حرية يا اخوان. كما تلاحظون لقد تم فتح الهاتف يا اخوان. انا بنصحكم يا اخوان من اجل تحميل التطبيق، لان تطبيق رهيب يا اخوان في قفل الهاتف. وهذا التطبيق يمنعك من كل التطبيقات الموجودة هلا في جوجل بلاي من اجل قفل الهاتف، لانه تطبيق كثير سلس وسهل في تحميله، في العمل، تفعيله كل اشي يا اخوان. انا بنصحكم انكم تحملوه. انتم الكم من رأي اذا التطبيق كان مميز ولا لا. وهلا يا اخوان بكون انتهينا لحلقة اليوم. بتمنى انكم استفدتوا من الحلقة، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب من اجل تشجيعي. وفي امان الله الى الحلقة المقبلة ان شاء الله. في امان الله.